تعالوا نفصل شوية عن وصفات اللحمة ونعمل مع بعض حلا بارد يرطب في حر الصيف ده. هنعمل مع بعض أحلى طبق رز بلبن بوش مكرمش زي المحلات، وهيبقى أحلى رز بلبن بتجربيه. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة جدا من غير تعقيد ولا مجهود كبير. وحتى لو أول مرة بتعمليه في البيت ما تخافيش تجربيه بطريقتي وهتدعيلي بإذن الله. ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي خطوة بخطوة، ونعرف سر قوامه الكريمي اللي بيدوب في البق من غير قشطة ولا كريمة لباني، وازاي يبقى مظبوط من أول مرة والوش مكشكش مع أم عبد الله في البيت، أم عبد الله أتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا في مقادير رز بلبن النهاردة كوباية رز مصري، وكوباية من السكر، معلقة كبيرة كريم شانتيه لو متاح عندك، كيس فانيليا، معلقتين كبار نشا 30 جرام، والأفضل تحط معلقة كبيرة نشا 15 جرام عشان ما يبقاش قوامه تقيل، كيلو لبن ولتر مية. واللبن اللي بستخدمه بيبقى بخير وكامل الدسم لأن ده هو اللي هيخليه كريمي من غير قشطة. لكن لو استخدمت لبن مبستر من بتاع المحلات هتحتاجي تزودي اللبن قشطة او وش لبن او كريمة عشان يطلع معاكي كريمي. واللبن اللي بستخدمه لبن جاموسي، تقدري تستخدمي اللبن البقري، بس اللبن البقري دسمته اقل من اللبن الجاموسي، يعني هتحتاجي تزوديه قشطة او وش لبن او كريمة. واللبن اللي انا بستخدمه بيبقى مغلي قبل كده. ناخد الرز وننقيه كويس ونشيل منه اي حاجة مش كويسة ونغسله غسلتين 3. بعدين بنغطيه بالمية ونسيبه لمدة من 10 دقايق ل15 دقيقة لحد ما شكله بيتغير. ده شكله الرز بعد ال10 دقايق، شكله اتغير، بنصفيه من المية بتاعته ونسيبه على جنب. بنجيب حلة، والأفضل تكون الحلة كبيرة شوية لأنه الرز بيزيد في الحجم واللبن بيفور. بنحط فيها المية بس مش بنحطها كلها، بنسيب منها كوباية على جنب عشان ممكن مش نحتاجها، لكن لو احتاجناها هنبقى نزودها عادي. بنحط عليهم كوبايتين من اللبن، مش اللبن كله، وبنسيب من اللبن كوبايتين على جنب. بنسيبهم على نار عالية لحد ما يغلوا من غير ما نغطي الحلة. اول ما يبدأ في الغليان بنحط فيه الرز ونقلبهم مع بعض. وانا بسوي الرز في لبن ومية مش في مية بس، عشان الرز ياخد من طعم اللبن ويبقى طعمه حلو. لكن ما ينفعش نسويه في لبن صافي من غير مية لانه مش هيستوي وهياخد كمية لبن كبيرة. فدي افضل طريقة لتسوية الرز بلبن زي ما بعمل معكم في الفيديو. بنسيبه يغلي على نار عالية لمدة 10 دقايق. بنقلبه ونهدي النار زي الشمع عشان نسيب الرز يستوي براحته خالص، وهو بياخد من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير. وناخد بالنا واحنا بنسوي الرز بلبن على نار هادية، مش بنغطيه خالص لحد ما يستوي براحته. زي ما انتوا شايفين الرز بيغلي وبيفور جامد، وده معناه ان المية بتاعته قلت ومحتاج يتزود مية، فبزوده كوباية المية اللي كنت سايباها على جنب، بس بغليها قبل ما احطها على الرز. بقلبه تقليبه وبسيبه على النار لحد ما يستوي. وعلى ما الرز بلبن يستوي، لو لسه مكملين معايا لحد دلوقتي ما تنسوش اللايك على الفيديو، وشاركوا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم عشان يستفادوا هما كمان. ولو لسه اول مرة تشوفوا قناتي، اهلا بيكم في قناة المتواضع. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل الوصفات الجديدة اللي بتنزل على القناة. وشكرا لاي حد بيشجعني وبيكتب لي تعليق جميل. بنشوف الرز بعد ربع ساعة، لو لقينا حبة الرز طرية وبتتهري بسهولة يبقى هو كده استوى. اول ما يستوي بنحط معلقتين النشا على باقي اللبن اللي كنا سايبينه على جنب، وندوبه كويس في اللبن قبل ما نحطها على الرز. واللبن اللي بندوب فيه النشا بيبقى بارد عشان النشا مش يكلكع معاكي. بنحط النشا على الرز مع التقليب عشان النشا مش يكلكع معاكي، وكمان الرز مش يلزق في الحلة من تحت. والقوام زي ما انتوا شايفين كان تقيل، فبزوده كوباية مية مغلية او كوباية لبن ونقلبهم مع بعض. علشان كده قلت لكم في اول فيديو بنحط معلقة كبيرة نشا بس، لان انا لما حطيت معلقتين نشا كان قوامه تقيل فزودته مية، لان قوام الرز التقيل مش بيخلي وشه يكرمش، فمش بنكتر نشا عن كده.
بنحط عليه الفانيليا ونقلبهم مع بعض، واحنا بنحط الفانيليا في الاخر عشان نحتفظ بطعمها وريحتها في الرز. بحط عليه معلقة كبيرة كريم شانتيه، ممكن نستغنى عنه عشان اللبن بتاعي كامل الدسم بقشطته زي ما شفتم في اول فيديو. بنقلبها كويس مع اللبن. بنحط عليه السكر، والسكر لازم يتحط في الاخر خالص بعد الرز ما يستوي، عشان السكر لو اتحط في الاول هيتكرمل ويخلي الرز يشيط من تحت. وكمية السكر اللي انا حطيتها هيخلي طعم الرز مظبوط، مش مسكر قوي ومش دلع قوي. لكن لو بتحب الرز بلبن مسكر ممكن تزودي من ربع كوباية لنص كوباية سكر كمان. كده القوام مظبوط، مش سايل وخفيف قوي ولا تقيل قوي، وهو ده اللي احنا عايزين نوصله. هو كده مقاديره مظبوطة. بجيب اطباق نظيفة وناشفة وهصب فيها الرز بلبن وهو ساخن بعد ما نزلته من على النار على طول. بسيبه يبرد تماما برا التلاجة، بعدين بغطيه بكيس ستريتش. ممكن نستخدم اطباق او علب ليها غطا، وده هيبقى اسهل حاجة لينا. اوعي تغطيه وهو ساخن عشان مش يعرق وينزل مية على وش الرز. بعد الرز ما برد وغطيناه بنحطه في التلاجة مش اقل من 4 ل5 ساعات عشان ناخد النتيجة اللي احنا عايزينها ويكرمش كويس. كل ما بنسيبه وقت اطول في التلاجة وشه بيكرمش اكتر وقوامه بيتمسك اكتر. وده الرز بلبن بعد ما خلص وهو وشه مكرمش وقوامه كريمي وطعمه خطير وقوامه متماسك وسكره مظبوط. والوصفة على قد ما هي بسيطة لكن حقيقي دي احلى واسرع تحلية ممكن تعمليها، وعمرها ما بتقدم ولا بنزهق منها، ودايما ليها طعمها الخاص اللي الكل بيحبه. وقولولي بتفضلوا الرز بلبن ازاي، وهل بتضيفوا له اي اضافات تانية ولا لا؟ شاركوني افكاركم في التعليقات عشان اجربها معاكم. ولو عندكم اي استفسارات في فيديو النهاردة او اي وصفة تانية اكتبوها لي وان شاء الله هرد عليكم. وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.